اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم عاملين ايه؟ الست الشاطرة هي اللي بتسعى ان تخلي ولادها يبقوا ناجحين في كل المجالات، مش في الدراسة وبس. بس في نقطة صغيرة ممكن بتعدي علينا واحنا ساعات ما بنحسش بيها. الغلطة ديت ان انتي ما ينفعش ان ولادك تسيبيهم من غير ما يشاركوكي في امور المنزل. ما ينفعش. انتي بتخلي ولادك ما يقدروش ان هم يعتمدوا على نفسهم، دي رقم واحد. تاني حاجة، انتي ما بتحملهمش مسؤولية معاكي في قلب البيت، صح؟ تالت حاجة، بيعود عليكي انتي بتحسي ان انتي خلاص ارهقتي تعبتي لما هم بيكبروا في السن، وتلاقي نفسك انتي اللي بتعملي كل حاجة لوحدك. ودي غلطة كبيرة كتير مننا بيقع فيها وما بيحسش بيها غير بعد سنوات كتير. وعشان كده انا بقولك النهاردة انتي لازم ولادك من وهم في سن صغير لازم تبدأي تعلميهم ان هم يشاركوا معاكي في امور المنزل، يشاركوا معاكي المهام المنزلية. ابدأي من سن 10 سنين دخلي بنتك معاكي المطبخ. هتقولي لي سنها لسه صغير وانا هبقى قاسية عليها ان انا ادخلها المطبخ في السن ده. لا، انتي مش هتبقي قاسية عليها، انتي هتعلميها بحاجات بسيطة. يعني انتي لما تبدأي تدخلي بنتك معاكي المطبخ، بس اهم حاجة في السن دوت اللي هو سن ال10 سنين او ال11 سنة، لما تدخلي بنتك معاكي المطبخ دايما شجعيها، دايما اعملي لها مكافأة. يعني اول حاجة علميها ازاي تغسل الاطباق، ازاي تغسل الاطباق، او ان هي تساعدك في غسيل الاطباق، الحاجات الصغيرة. بعد كده لما تيجي انت تطبخي طبخة، خليها تقف معاكي تشوفك انت بتعملي ايه، تشوفك انت مثلا بتسبكي للاكل ازاي. تشوفك وانت بتطبخي مثلا عملتي مثلا طبخة معينة، تعالي يا حبيبتي شوفيني انا بعمل ازاي. واحدة واحدة علميها معاكي، علميها ان هي ازاي تقطع الخضار، ازاي ان هي تحمر بطاطس، ازاي ان هي تعمل اي حاجة، تقلي بيض. انا اعرف ناس ما كانوش بيعرفوا يقلوا بيض خالص يعني، وكان سنهم كبير. ليه؟ لان هما ما اتعلموش في الصغر ان هما يعملوا حاجة زي كده. فانتي ارجوكي حاولي ان انتي تبدأي مع بنتك وهي في سن صغير. ده انتي كده مش بتتعبيها او مش بتضغطي عليها، لا انتي بتعلميها ان في حاجة اسمها ان احنا نبقوا في البيت متعاونين كلنا مع بعض. تاني حاجة، انتي بتعلميها شيل المسؤولية، انتي بتعلميها شيل المسؤولية عشان لما ربنا يكرمها وتفتح بيت وتبقى ست بيت، تبقى ست بيت ناجحة. وحتى غير كده، لو هي ربنا كرمها مثلا وحبت ان هي تروح تكمل دراستها في مكان بعيد عنك، تقدر ان هي تخدم نفسها بنفسها. انت لما انت بتعملي معاها كده انت بتعلميها شيل المسؤولية، بتعلميها ان احنا نبقى كلنا أسرة متعاونة مع بعض، بتعلميها ان هي تعتمد على نفسها. ودي نقطة مهمة. وكمان ده هيريحك انت كأم لما بنتك تكبر. اكيد يعني صحتك، يعني ربنا يبارك في صحة كل الامهات، بس احنا بنيجي علينا وقت احنا بنحس ان احنا تعبانين مش قادرين محتاجين ان حد يساعدنا. فتيجي في التوقيت دوت لو انت مش معلمة بنتك، انت هتحسي بمنتهى التعب ومنتهى الارهاق، لان انت بيبقى عليك الحمل كله لوحدك ومش لاقيه حد يساعدك. ليه؟ لان انت معلمتيش بنتك من الصغر ان هي تساعدك في شؤون المنزل. انت لما بتعلمي بنتك انت مش بتقسي عليها، انت كده بتعلميها ان هي ازاي تعتمد على نفسها. ويا رب اكون فدتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.